السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة العدس بثلاث طرق: الشوربة، والعدس بالشعرية بالشكل ده. استنى اوريكم بس شكله كده كده. وعندي هنا كمان العدس اللي هو الفتة. عندي هنا طبعا اللي حب اللي ياكل بالعيش، حطيت حبة من العدس على العيش بالشكل ده عشان يطرى. وقبل الأكل مباشرة وأنا بقدمه أحط كده حبة من العدس السخن عشان تقدمي. أما اللي بيحب ياكل العيش ناشف قبل الأكل مباشرة هيحط حبة العدس بتوعه علشان ياكل العيش مقرمش بالشكل ده. أنا كده النهاردة عملت العدس بثلاث طرق. حطيت هنا معلقة من الزبدة وعليها معلقة من الكمون كده. وقطعت هنا كمان بصلاية مع فص ليمون. وهي دي الأكلة الشتوي اللي بجد ترم العظم. لو عجبكم حاجة من الفيديو ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا. تعالوا نشوف الطريقة. طبعا هنا خلاص عندي العدس استوى بالشكل ده. انا بحب ان العدس يبرد شويه قبل ما احطه في الخلاط، خصوصا لو كان الخلاط من النوع اللي هو البلاستيكيات، لان البلاستيك مع الحاجات السخنه مضره جدا للصحه. معلومه للي مش عارفها. اما لو كان الخلاط عندك ازاز فمفيش اي مشاكل. هنحط طبعا معاه العدس بالشكل ده علشان نضربه وبعدين نرجع نصفيه. هنحطه بالشكل ده في مصفى ونصفيه علشان لو في اي شوائب تطلع منه قبل ما نحطه على النار. هكمل بقيه المقدار اللي عندي من العدس وبعدين ارجع لكم. طبعا عندي هنا العدس خلاص بعد انا ما صفيته في المصفى بالشكل ده. بصوا عامل ازاي، لونه جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. حطيت حله على النار، حطيت فيها معلقه من الزبده وشويه من الملح. هنزل بالعدس بتاعي بالشكل ده. لو انت عايزاها شوربة عدس بتخفيها وبتحطي عليها بقى شوية الملح، شوية الفلفل، معلقة كمون، قالب ماجي لو حابة. دي كده تبقى الشوربة بتاعة العدس. تعالوا بقى نعمل العدس اللي بالشعرية. كده هعمل شوية العدس اللي بالشعرية. جبت حلة وحطيت فيها شوية زيت صغيرين او زبدة، وهنزل بشوية العدس بتوعي كده. طبعا ملح وفلفل وكزبرة وكمون، ولو حابة قالب ماجي بالشكل ده. عندي الشعرية اللي انا كنت محمراها، هنزل بشوية كده على قد حبة العدس بتوعك عليها، وتديها بس غلوة واحدة علشان الشعرية ما تتقلش قوي معاكي، لان هي بالفعل متحمرة. غلوة واحدة بس كده العدس اللي بالشعرية. طبعا هنا حطيت معلقة زبدة
وحطيت عليها معلقتين توم كبار علشان اعمل الفتة بتاعة العدس. كده احنا عملنا العدس اللي بالشعرية والشوربة. كده هنعمل طبق فتة صغير جنب العدس. استنى بس كده التومة بتاعتي تصفر عشان انزل بيها على العيش. عندي هنا التومة اصفرت بالشكل ده. هنبتدي ننزل عليها بحبة خل كده حلوين. لو انتي بتحبي الخل والثوم في قلب الفتة كتير زودي الخل، مفيش اي مشكلة خالص. بالشكل ده تاخد بس غلوة واحدة وهننزلها من على النار. هنا خلاص غليت معايا غلوة واحدة بس، علشان التومة بس مع الخل يدي طعم حلو في الفتة. بصوا انا جبت عيش وقطعته وحمرته في قلب حبة زيت بسيطة قوي علشان تدي القرمشة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. هجيب طبعا من الخل والثوم اللي انا عملته بالشكل ده وانزل على العيش كده، بتدي طعم حلو قوي. والعيش كده ناشف، عارفين تاكلوها كده من غير اي حاجة تاني جنبها. تعملوا كده وتسيبوه شوية لحد ما ياخد الطعم بتاع الثوم والخل بالشكل ده. بصوا عندي طريقتين عشان اقدم الفتة بتاعة العدس. في ناس بتحب تاكل العيش طري في قلب العدس، فانا اعمل ايه؟ احط العيش بالشكل ده، وعندي الشوربة بتاعة العدس اللي انا عملتها وهي سخنة كده هحط على العيش. دي الناس اللي بتحب تاكل العيش طري في قلب العدس. بعد ما احط فيه العدس بالشكل ده هغطي عليه علشان العدس يبقى حلو مع العيش نفسه يبقى طري. الطريقة التانية بقى اللي بيحب ياكل العيش ناشف،